إلى روح أستاذنا الدكتور هذه الشخصية النبيلة محمد رفيق خليل عليه رحمة الله، أحد نبلاء الثقافة المصرية. وبهذه المناسبة أيضا أنا أرسل تحية إلى روح أحد عشاق سيد درويش، أستاذ كبير فنان عظيم المرحوم الكنيسي. هذه الشخصية المحترمة كانت وقت في لحظات مع الأتيليه وأعتقد في أوقات صعبة جدا كانت محتاج القدر أي حد يقيم نشاط بشدة الاتجاه إلى قضية الأتيليه، فلم نجد أمامنا غير صديقنا وأخونا وحبيبنا وأستاذنا الدكتور الكنيسي. كان يعلم تماما من هو سيد درويش، هو في رأيي هو أفضل محدث عن سيد درويش وأفضل أنا شفته يعني في حياتي. حضرتك استطاع أن هو يحلل شخصية سيد درويش بدقة ويعني بروعة. الحياة جميلة. بنعود مرة أخرى إلى هو اللي أنا بشكر أستاذي الدكتور العربي يعني على هذه الدعوة الكريمة. للأسف على قد ما الحياة حلوة على قد ما عرفنا طبعا الخبر اللي فات صديقنا كان صديق عزيز أحد والعمر الطويل نبدأ مع بعض نتكلم عن سيد درويش. عايزين نتكلم على سيد درويش مش بشكل طبيعي، يعني مش عايزين نقول ده سيد درويش في 17 سنة في حرب كده اكيد يعني بعدين كلكم عرفتوه كلنا حفظناه كلنا. لا خلاص ادركنا سيد درويش اتولد في ابونا الجرار وفي بيئه فقيره والمولده بتاعته اسمها كذا وامه اسمها كذا واخته اسمها كذا وكذا وكذا. احنا عايزين نتكلم على شخصيه سيد درويش هو مما لا شك. انا عايز ارجع لخطوه الى الدكتور فتحي الكنيسي في احد تقنيات الفن الجديد. عندما قام الدكتور فتحي شعر يعني كان حاضر معانا وعارف لما قام الدكتور فتحي الكنيسي يتحدث على ايه هي الموسيقى؟ مئات السنين ما بين موسيقى مملوكيه وموسيقى رسميه. هي موسيقى لها شكل قائم. احنا بنينا الموسيقى العربيه من الموسيقى هي ولكن هناك 3 مدارس في الموسيقى بتقسيمات. الموسيقى العثمانيه اللي احنا فضلنا شغالين عليها ومستمرين سنين الى ان جاء ميلاد واحد فكر شويه لنخرج عن الاطار. احنا كنا فضلنا مئات السنين ماشيين عليه اللي هو المولود في 1805 العازف والمفكر والكاتب محمد عثمان. محمد عثمان اللي ما يعرفوش يفتكر ابنه على الاقل عزيز عثمان وبرطلوده واسماعيله معروفه يعني لان برضه عزيز عثمان كان احد المفكرين في الموسيقى وكان عازف وليه الحان وليه ابعاد. يعني يوم من الايام ان شاء الله نتكلم على عزيز عثمان. فمحمد عثمان هو اول من بدا الفكره والخروج من الآلة التركي خلال بعض الآلات بكامل. تعالوا نحكي آلة البوزك الجميلة اللي صوتها جدا وحلوة قوي، لأن احنا كشرقيين عندنا آلة ثانية اسمها العود. احنا
عندنا مصطلحات خاصه بينا جدا. احنا لما بنقول يا ليلي يا ليلي ما بنقولش امان، انا بقول الله. يعني ده الطبيعه بتاعتنا احنا كمصريين بنقول الكلام ده. الكلام ده هو بعد كده هو اللي جبته بعد ما توفى محمد عثمان بقصد او بدون قصد. جت المدرسه الثانيه الاكثر اهميه والاكثر تاثير في تاريخ الموسيقى المصريه العربيه كلها واحد الموسيقات العالميه كلها هو مدرسه سيد درويش. ولد بشكل طبيعي بيئه اسكندراني جدع محب للسماع. الموسيقى اللي هي كانت نختصرها ان هو كان في ناس اللي هي كانت بتجيب الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كده في الليالي بدون مديح، كان تسمع الكلام ده هو ودنه كانت حلوه. امه كانت بتقول ان هو لما كان يعمل لما كان الاطفال بيبقى عنده نهايه كتير جدا ومش عارف ينفع، فلما اول ما تغني له كده هو ده ودنه ينام على ده زي كده شخص طبيعي زيه زي حضرتك زي اي حد، مفيش اي حاجه مميزه، ولكن هو عنده قدر مختلف. ايه قصه سيد درويش؟ سيد درويش متعلم الكتاب بيظبط السمع كويس جدا. هو راح دارس خالص علشان يتعلم برضه الموسيقى. وانا مش هاخد في الجانب الشخصي، انا مش جاي على تاريخ سيد درويش، انا جاي اتكلم على الاحداث المواتيه التي خلقت لنا سيد درويش، لاننا في نظر سيد درويش اثنين وليس واحد. الاول هو سيد درويش المحب، والثاني هو سيد درويش السيد. سيد درويش اللي كبر واحنا عارفين قصته، وبعد كده هو صار حاجات يعني شديده جدا في حياته، وبدا يعزف على العود وسرق الساعه بتاعت ابوه وباعها وجاب العود بتاعه ده هو بقى اخته واللي معروف ان هو يعني يقوم ازاي كده وبدا يشتغل هنا وهنا وهنا وهنا، ولكن كان عنده ودن موسيقيه شغاله الى ان يستمع سنين خطابه. فتبدا الفكره وتبدا رحله سيد كيف كان تفكير على سيد في احداث الصوت بشخصيه سيد. احنا كده بنتكلم على المدرسه الثانيه اللي هي مدرسه السيد درويش اللي هو عمل تدريب. المدرسه الثالثه اللي هي مدرسه معهد نصر صنباط، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب حمد القصبي. مدرسة محمد عثمان، مدرسة سيد درويش المؤسسة الجزيرة العريقة، ثم مدرسة الأصفي رياض السنة. دول الثلاث مدارس اللي هم عملوا حركة بشكل المصرية. ازاي عملوا؟ نرجع مرة أخرى برضه لسيد درويش، نقول لك الثلاث مدارس نوع على واحدة نكمل بس سيد درويش كإنسان مصري وطني تأثر بأحداث كثيرة جدا شافها وهو صغير. هو اتولد 1892 احتلت في مصر 1882، يعني كان من فرق في مصر 10 سنين فقط مش أكثر من كده. اسكندرية كانت كارهة لهذا الاحتلال، لأن اسكندرية حصلت تجازف والمدارس القضية ان هو كان بيعمل نقد للبلد. كان كل الشعب متأكد هو طالب في هذا
1906 حصل حدث غريب جدا في مصر برضه أثر في شخصية السيد درويش. حادثة روشداي لما مسك في الوطن المصري كده، يعني احنا مؤمنين ده كل ده في تأثير شخصية كل الأحداث دي أثرت عليه. هي ظهرت لنا بعد كده امتى؟ بعد 1919 بس ما كانش الوقت ده، لا مساعدة كبيرة ومفيش حد بيطلع من المنفرد، لازم هناك مؤسسة زي ما الدكتور علي دايما بيقول لنا، لازم تكون في مؤسسة تسند الشخص عشان تطلعه تدربه بشكل أكبر. 1906 دول شوية 1910 يذكر يجي ورداني اللي الناس غنته يختار بطرس غني وتحصل كارثة. بقول لكم القصة دي ليه؟ لأن هي على أيام بطرس غني 1910 لما اختار الورداني أصبح هناك الناس بتنظر إلى الورداني ده تاني حدث سياسي. الحدث الاولاني سليمان القاضي واغتياله الحدث الثاني اغتيال السلباني الطويل اللي بيتكلم انجليزي وبيتكلم الماني كارثه. بطرس غالي مسكين الورداني مسلم. بعد تصور 19 بس حقها يعني واحنا في اغتيال طبعا مش بشر ليه؟ لان هم كان في واحد المفروض تاني يختلف قال لهم لا احنا مننا زي بعض مش عايزين نعيد قصه الورداني مره ثانيه، يعني خلي حكايه قصه الورداني لان 1910 بعد اغتيال بطرس غالي حصلت كارثه وحصل حاجه اسمها المؤتمر الطبي دروس ومجموعه كبيره وده الشيخ محمود علي يقول زي ما هو فحصل حاجه اسمها المؤتمر الطبي 1911 في اسيوط. كان يبقى الصعيد الطبي بحث المسلمين يقسم مصر والصين، هنا مسلم وهنا مسلم وهنا مسيحي. دي هتعرفوها بعد كده. هو ايه بعد كده من بعد 1919 ما بقاش كل 90% من اغاني سيد درويش او محمد سيد درويش وده بشكل صريح جدا يعني، لان ما فشل فيه غني نجح فيه سعد زغلول يعني هو ما حدش يقدر يكتشف. المهم الاحداث اللي هي اثرت على شخصيه مصطفى كامل مصطفى كامل شاء الحزب الوطني اثر في شخصيه درويش. الاحداث هي كلها تشبه الموجود اثرت عليه في عالم سافر ورجع وكان بيحب كان بيتزوج وهو عنده 16 سنه، لكن هو في بعض الاخطاء هو بيصلحها يعني، ولكن هذه الاخطاء تعتبر من الاخطاء يعني اللي اطلق علينا احنا كمصريين وكعالم كله ده ايه علاقه ايه لما سيد درويش محب جميل الملوك الكبير في هذا العشق طلع علينا موسيقى عرفناها حاجة سرودي كل سنة مرة يا ناس انا مشكل انا هويت من البيت قال
وانا عشقت يعني مئات الاعمال الفنيه. سنه 14 هو لسه صغير يعني. في محبه جميله دي قد موسيقى حتى مصر ما كانتش تعرف. ليه؟ لان احنا كنا معتمدين على موسيقى شديده زي رصينه قويه، موسيقى عثمانيه 100%، موسيقى بيطلع فيها احد الابطال اللي احنا نعرفهم اللي ما خدش حقه بالمره خالص يعني. سلام حجازي دي احد عبقريات الاصوات اللي موجوده في التاريخ، يعني من الصعب جدا ان يكرر صوت زي صوت سلام حجازي. سلام حجازي كان بيعمل وسط الاف كانش فيه ميكروفونات، صوته رائع جميل. عندنا كان في فرق كتير جدا او الانطلاقه الحقيقيه من سلام حجازي. سيد درويش اللي هو حب يقول ان هو طلعت اجمل الالحان كان بدا يخرج من الاطار الكتابه الرسميه الى اطار في خفه كده هو. لكن عايز اقول لكم يا جماعه الكلام ده هو سيد درويش كان فقير، كان فقير يعني ما يقدرش يجيب الاستاذ محمود عوضين يقول له اكتب لي خد. وسيد درويش هو بطبيعته شاعر. كان بيكتب من الاول بغض النظر يشرب ايه ما يشربش حياته الخاصه ملناش علاقه بيها، ولكن في كل الاحوال هذا رايي انا متاكد منه. انا مستمعك بجد والله ضعيف احاول قدر الامكان نوجه الناحيات. لا اهو انا عايز. طب كده سامعين كده؟ يا استاذ مجيد سامعين كده؟ طيب وصل الصوت كده؟ هو في حد تاني ما كانش سامع يا جماعه؟ طب يلا واحده هي اللي اوكي يبقى طبعا الصوت جاي كده. تمام. طيب احنا برضه بنقول اعمال الايه من 14 لحد 17 سيد درويش مش هجيب شاعر يديله فلوس. سيد درويش في الفتره دي كان عنده ازمات ماليه ضخمه جدا، صغير ومتجوز بيصرف على اوضته وعلى بيته وعلى ابنه الصغير، وفي الوقت نفسه بيصرف على جميله، لكن ما يقدرش. ولذلك لما تلاقي حاجه معموله سنه 14 ويتكتب عليها اسم محمد يوسف القاضي يقول لا مش ممكن، مستحيل تكون محمد يوسف القاضي. محمد يوسف القاضي طبعا زي ما كتب صديقنا العزيز واخونا الاستاذ الكاتب والروائي الصحفي الكبير الاستاذ خيري حسن كشف الحقيقه عن هو كان بس على نشيد بلادي، الحقيقه انا بقول له لا مش بلادي، ده كل ما هو قبل سفر سيد درويش من القاهره لما استدعاه سلام حجازي وقال له يجي، قال له لا مش حاجه، اهلا وسهلا عمنا وشيخنا يجي كل مبنى اتفضل نفرشوا له الارض ورد ورمل. المبعوث اللي راح قابل سيد درويش ما بقاش مصدق، انت رايح تقابل ده اللي طبق سلام حجازي مش اي حد يعني، ده اسمه جبار اللي طبق سلام حجازي ده كريت. قال له هو يجي فوق دماغنا ما يشربوش اي من الارض رمل. وبالفعل راح قال له هو قال له بس انا ابوك اساسا خلاص اللي قال لك الكلام ده كمان ولا كان عنده قرار انا هنزل له، رغم ان كان في لقاء سابق ما بين سيد درويش وسلام حجازي. كانت سيد درويش الاولى اللي افلس فيها سيد درويش هي تماما يعني وما لحقش خالص. ليه؟ كان السبب فيها سلام حجازي، لان سلام حجازي كان في الفتره دي في اجازه في الشارع، فطبعا مين هيروح يسمع حد غير سلام حجازي؟ فالمسارح كلها فاضت تماما، وهم كانت سليم عطله واخوه كانت فرقه جواله يعني مش فرقه ثابته بس الكلام ده هو.
فطبعا محدش سمع سيد درويش ومحدش قدر ان هو يفهم مين سيد درويش او يشوف التركيب، لان سلام حجازي موجود. سلام حجازي بيأدي ادوار صعبه وصوت جميل طبعا. لما يسمع سلام حجازي الكلام ده يقول له خلاص انا بيروح يقدم على القهوه. طبعا اسكندريه لما تعرف ان الشيخ سلام حجازي وصل دلوقتي قال مين؟ سيد درويش هو قال له يا عمنا واهلا وسهلا اتفضل. واخد بالك؟ قال له سمعني يا سيد. سيد درويش ده بدا يشتغل شغل سلام حجازي. قال له لا وانا جاي من القاهره لحد محروس لحد هنا عشان اسمع شغلي. انا جاي عشان اسمع شغلك انت. سمعني يا سيد. طبعا ده سلام حجازي قدر يعني غير طبيعي. فبدأ يسمع سمع كلام مختلف، سمع مقامات مختلفة، سمع مقامات مش متعود عليها. ما بقاش فيه الطويلة دي هي واخد بالك والنفس الطويل اللي بيقدمه المغني ويستغرق فيه وبتاع واخد بالك. لا سمع حاجات مختلفة. سمع الدور بتاع أنا هويت، سمع الدور بتاع أنا عشان راجل كان متعب. انت مكانك مش هنا، هنا اسكندريه ضيقه عليك قوي. تعال فكر وحصل خلاف ما بين يوسف وما بينه وبتاع، لكن في النهايه توكل على الله. وهو كان ليه علاقه بسيطه بواحد بس، ما كانش شاف ولا كان يعرف كل المؤسسه اللي موجوده في القاهره. سامعني استاذ مديحه؟ طبعا. مين؟ بديع خير. ازاي؟ بالصدفه. رجعت في الزمان بالإضافة لقى فيها كلام بتاع دينجي فراح دخل ماسك العود وهو كان عنده مقدرة جبارة يعني كان حتى يطلع على سيد درويش ويقول أنا أقدر ألحن لا يعني يقدر يمسك الغبار من أوله لآخره ويلحنه تماما يعني ما عندوش مشكلة خالص. يعني سيد درويش كان انطلاقة شديدة. فراح سيد درويش القاهرة راح عشان يشتغل عند سلام حجازي وهو ما يعرفش حد. الجمهور ما استقبلوش الاستقبال الحسن قوي لان متعودين. ما هو صحيح هو صوته ما كانش حلو لكن الحان هي اللي حلوه. الحان سيد درويش هي اللي كانت حلوه مش الصوت. فالجمهور ما تقبلوش للاسف الشديد. في الفتره دي كانت سلام حجازي يحتضر كما اصيب بشرف ومع ذلك طلع وعاتب الجمهور لو انا بقدم الناس اللي انتوا بتسمعوه ده هو هذا شاب الصغير هو مصطفى الموسيقى. فبدا يعني الناس تهتم. لكن سيد درويش ما ينفعش ان هو يكون مقيد في النهار. سيد درويش رايح له لابس جلابيه وقطران وبتاع اللبس اللي هو عاش عليه. هنا بقى تبدا النقطه المهمه في تاريخ هذه. سلام حجازي يقدم واحد يفضل يتطور في شكله وفي اسلوب زي مين الشخص ده؟ ذكي في المجهود، شاب عميق يعرف درس مربع بيتكلم فاهم يعني اوبرا. ده كان الشخص اللي اخذ سيد درويش وبدا ان هو حصل صداقه ما بينهم وعارفين بعض كويسه جدا وبدا هو زي ما نقدر نقول عليه ان هو بقى ايه يعني جنب السيد درويش بقى في الشكل. فطلع قلع الجبه والقطار والكاكوله وبدا يلبس البدله. اول مره لبس البدله كان الكاكوله صغيره قوي فلما ضحك عليه قال والله ده لابس اشتهر بالبطول الكبير جدا وبقى المنظر الكلاسيك. يعني سيد درويش كان ضخم جدا جسمانيا مش حاجه كبيره يعني على عكس احفاده يعني دول حسن طبعا. والله مش عارف بس انا بقالي فتره يعني حتى من حازم بالظبط بس خلاص بقى.
يبدا سيد يتزكي بينات، ياخد سيد درويش بايده يعرفه على المجتمع، يعرفه على الرقي والطائره المحروسه طبعا في الفتره دي كانت الفتره الذهبيه. ويبدا يتقابل مع بديع خيري، يحصل حوار بينهم وبين بعض. انا شفتك انت تعرفني، ايوه ده انا قلبت لك، قال لي فعلا انت قلبتني، قال له ايوه انت كنت كاتب دنجي دنجي على البتاع وانا بحبها، قال له مش معقول طب سمعني. بدأ يسمع كلام جميل جدا محترم. كان سلام حجازي راح اشتغل في جورج ابيض، لحن جورج ابيض فيروز شاه. لما لحن فيروز شاه من الحاجات اللي برضه للاسف الشديد احنا ما وصلتلناش. لا بس مش عاوز يطلعها، لا نتمنى هو نتمنى نطلع جميل. بديع خيري اللي كان على علاقه طيبه باستاذ احد النجوم الخطيره جدا والهامه جدا في تاريخ الفنون المصريه كلها والعربيه، نجيب الريحاني. فبدأوا يسمعها، تعالى نروح نحضر فيروز شاه. سمع الريحاني قال له لا ما عايز اقول حصل خلاف ما بين نجيب الريحاني وامين صدقي. امين صدقي احد الكتاب التقاطير والاغاني والادوار الهامه جدا. حصل خلاف ما بين نجيب الريحاني وبين امين صدقي. اللي حل محل امين صدقي كان بديع خيري. بديع خيري كان شخصيه هامه جدا ومؤثره وممكن بشكل حلو جدا اجابات وطنيه قوي. يعني بيتابع اجابات كل الاعمال اللي كتبها كان فيها شيء ضخم جدا من الوطنيه المصريه. يحصل اللقاء ما بين نجيب الريحاني، موعد مضروب ما بين نجيب الريحاني ما بين بديع خيري وسيد درويش في مكتب نجيب الريحاني. يدخل سيد درويش واول مره كان يشوف نجيب الريحاني كان مشهور بشخصية كشكش بيبي. شخصية كشكش بيبي هي الشخصية اللي عرفناها دايما، اللي عرفها مصر القديمة، ان هو حاجة زي البحر. شخصية البحر هي دايما يطلع بعزة في النهاية، بعبرة في المجتمع، بيوضح للناس حاجات أخطائهم وأخطاء المجتمع وبتاع، وبشكل ضحك وكوميدي. الناس شخصية كشكش خصوصا لما يكون اللي بيقدمها واحد دماغه راقية جدا وعبقري يعني زي نجيب الريحاني. يدخل يقابله، فطبعا نجيب الريحاني ما يعرفش شكل سيد درويش خالص. السلام عليكم، هو عمال يخلص الدور ده. السلام عليكم. ايه؟ ايه مين؟ عايز من داخل. قال له انا جاي نجيب الريحاني، جاي مع بديع فني. كده سيد عامل تخش في مين؟ الجبهه الضخمه دي هي اللي عملت اللحم الرقيق ده هو اللي تحت اللي هو اسكندراني وراح عندكم الوسط. السلام عليكم. قال له تعالى هنا. السلام عليكم. فاكر الدكتور زي واحد يتعور. قال له لا انت غلطها يا فندم. وبعدين قال له مش جاي لك، انا جاي نجيب فندم. قال له انا اجيب فندم. روح. المهم قعدوا مع بعض، بدا يحصل حوار صغير. ده كان بديع خيري قال كويس انتوا اتعرفتوا على بعض. الكلام ده في سنه 1918 يا جماعه. 1918 حصل فيها حدث مهم جدا اثر في الثلاثه دول، والثلاثه دول اثروا في كل مصر. انتهت الحرب العالميه الاولى اللي بدات سنه 1914 خلصت 11 نوفمبر 1918. 13 نوفمبر توفى سعد الزغلول ورفقته للوقت اللي احنا عارفين لحد النهارده بنتكلم على الوقت كمل. طبعا ذكر الراجل ان هو جاي له زي كل الناس اشترى نصر
شخصيه كبيره جدا لانه انتهت الليل انهى الامبراطوريه العثمانيه بسنين كمان انهى الخلافه العثمانيه كانت انتهت الخلافه العثمانيه فيها في 1917 ديت كان اقوى شخصيه في العالم هي اشكركم انتوا جايين تهنونا. لا احنا مش جايين بصراحه، احنا جايين نتكلم الحرب العالميه خلاص وعايزين تتوافقوا بعضكم والاستقلال. الاستقلال انتوا لسه مصر لا يجوز لها الاستقلال في هذه الفتره. مصر غير مهيئه للديمقراطيه حتى هذه اللحظه. لا مهيئه، لا الاستقلال القائد لها الاثنين بصوا بعض ما بين سعد زغلول وبين اللورد الولد وطلاقه الاعين. ده توعدوا بالثوره وده توعدوا باقوى رأس في العالم جه اللي هم استدعوه لان شعروا ان هناك ثوره صادمه. في 13 نوفمبر بدات بالفعل بدايه ثوره 19. هو ده التاريخ الحقيقي ثوره 19. ثوره 19 ما بداتش في 9 سبتمبر في 9 مارس 1919 اللي هو تاريخ مركز سعد زغلول. لا، ثوره 19 بدات في 13 نوفمبر 1918. هذا اليوم اللي بدا فيه جمع التوقيعات. مين تاثر بهذا اليوم؟ الثلاثه اللي كانوا موجودين في الفتره اللي هي ومعاهم اثنين مين؟ مين؟ كان معاهم زكي الطيار وكان معاهم بيرام التونسي. بيرام التونسي كان للقصه اللي هو كان طبعا عارفين ان هو كان قصيده سيئه جدا في الملك المصري وقال الوزه ومش الوزه وبتاع والكلام ده هو. فطبعا الملك فؤاد كان شرس شويه يعني لما سمع الموضوع ده هو يعني نفذ. لا ما وكان بينفي لان بيرام التونسي اسمه التونسي فهو من تونس فهو تونسي فهي ما كانش فيه اكل. بيرام التونسي العبقري اللي هو على فكره بيرام التونسي اتعمل فيه 50,000 ندوه وما خلصش. يعني بيرام التونسي دي حاجه ناس بتقولها لا ما اعرفش. كان بعد ذلك كان في يوم من الايام كان بيرام التونسي سيدة السيارة اللي هو كان سمع ان في فرح. الناس طلعت تجري يا جماعه السيد في باب سدره بيعمل فرح باب سدره تحديدا. فبيرام التونسي لقى نفسه ماشي لحد ما وصل قاعد يسمع سيد درويش. ولما خلص سيد درويش وهو مروح فضل ماشي ورا. التاني حس قال له انت عايز ايه؟ قال له انا حبيتك. وصلت صداقه ما بينهم وبين بعض. هذه الصداقه خلاها ايمان عظيمه هو لما كان نفذ بيرام التونسي واكل الحاف في فرنسا ونام على الثلج وشاف الشقه وبتاع اشتغل بعد كده هو يغسل مراكب. فمركب من المراكب اللي شغال عليها جت ان هو من ضمن الحركه بتلف عملت ترانزيت في بورسعيد. فنزل من بورسعيد هو ما يعرفش حاجه راح استخبى على اليمين عند سيد وهذا اللقاء درامي قوي ما بينهم دول الصداقه الشديده كانت فينا واحده من اعظم الحاجات شعر الزاد الاصيل ده وهو كان مستخبي على لكن انا برضه عايز ارجع بعدين تحضرته نرجع للتكوين اكتر. علاقته لما قامت ثوره 19 بقى بعد كده هو بعد تحول هنا بقى الشخصيه الاخرى من المحب الى التابع. سيد درويش تحول ان هو لكن لم يكن بالمقرر
كان عنده كام سنة بقى سنة؟ انا هقول لحضرتك هو مواليد 1990 سنه 19 يوم مثلا كان عنده مثلا ب 25 صغير. هنا تحول سيد درويش الى شخصيه السيد درويش بس مش منفرد ببديع خيري الليدر الحالي اللي بعض الناس اللي بتاخد العراقي ده تركي ده بالاصول العراقيه مصر منطقه كبيره قوي يا جماعه اللي كان يدخل مصر هو مصري ما ينفعش حاجه اسمها العراقي ما اقدرش اقول ان الفنان انور وجدي السوري ما ينفعش يعني كلام غير منطقي يعني وبيرم التونسي ما ينفعش يعني ده بيرم ده هو من ملك طلع كده. ايوه خلاص هي مصر كده هو مش يوم الدنيا هي يوم الدنيا ما دي الحقيقه بغض النظر عن الكلام يعني انا لا معطوف من حضرتك ولكن مصر هو الدنيا حقيقه مصر اتوجدت يا جماعه بعد كده هو اتبنى عليها التاريخ استعبد كل الفنانين. مش ساعة الفنانين الفنانين والشكل حضاري انساني بالفعل موجود هي مصر ولا بعد مصر تاريخ ولا قبل مصر تاريخ وده بس انحداث لمصريتي ان انا مصر لا دي الحقيقه هي دي الحقيقه اللي يقرا كتاب جميل جدا اللي هو كتاب فجر الضمير يا اخي يا بتاع بريستد يعني ايه ده انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ ده احنا بنتكلم في الاخلاق من 7000 سنه يا جماعه بنتكلم في وجود مصر وازاي انت تكون انسان محترم من 7000 سنه في وقت كانت اضخم دوله في العالم لا مؤاخذه كانوا عرايا وجلدوا بعض يعني المصري القديم المعلومه اللي ما تعرفوهاش ما كانش بيسمي اجانب بني ادمين لانهم كانوا مفيش بني ادمين متوحشين يعني حاجه بس المصري المهذب المثقف المتدين المتحضر هو ده دي اثرت فينا وعلى فكره احنا لما ندخل في هذه اللحظه متاثرين بهذه الجينات فقر تعبانين عندنا مشاكل الدنيا والاخره لكن متحضرين حتى في داخلنا مفيش ولا تقول لي لا امريكاني ولا فرنسي ولا ايطالي ولا بتاع كل ده كلام كريم كل ده هو وهم لكن الاصل مصر ومش مجامله لكن هو ذكر حقيقه يعني هو بغض النظر لكن الحقيقه ان مصر هي الحضاره الحقيقيه يعني مفيش مبين فيها يا جماعه انا رحت مره الاقصر وكان قلت له عايش كده ده كان هيرد عليا بس لا مش اول مره اشوفه على كاميرا كده يعني انا لما شفت هناك والله انا عايز اقول لكم يا جماعه انا تجمدت في المكان تجمدت معنى كلمه تجمدت لا اقول ماشي في حته وانا مش عارف اروح يمين ولا اروح شمال مش مصدق ان انا واقف قدامي انا كنت رايح على 4 ايام قعدت 12 يوم ولا 12 يوم مش قادر مش متخيل يا جماعه مش ممكن يعني مش مش عايز اخد على الموضوع خلينا نرجع برضه لسيد الرئيس مره ثانيه اللي شفته ده تقييم تاني لا بقى من ثوره 19 بدأ بقى شكل تاني للثلاثي ده هو اللي احنا بنسميه المؤسسه دي المؤسسه هي خلق كيان جديد ايه؟ بدأ في رؤيه لثوره 19 لما انا اقول لك ان هي ثوره 19 السبب هي التاثير الاول اقول لك لا انا ضل لان التاثير الحقيقي بدا سنه 1917 مع الثوره البلشفيه اول ما قامت الثوره في روسيا القيصريه وقلبت روسيا القيصريه بدا في مفهوم جديد حاجه اسمها ايه؟ العداله الاجتماعيه، الفلاحين، العمال، حقوق الافراد، المجتمع الاشتراكي. الكلام ده لا سيد درويش اثر فيه جدا بديع خيري ولذلك لم يكن من الغريب ابدا ان احنا نلاقي في عصر بيتكلموا كل الاغاني والاغنياء
على الاغنياء وعلى الملوك وعلى الامراء وعلى النبلاء يخرج عننا سيد درويش عشان هو وبديع ويجيب الالحاني عشان يغني للترجيه، يغني للسكايين، يغني للصناعيه، يغني للفلاحين، يغني للعربجيه. ما سابش فئه الا لما غنى لها. ده كان تاثير ومد كبير جدا في سنه 1917 تاثر بيها. ويقال ان بديع هي ضخمه ثورة 17 ما كانش لها غير سنتين بس على ثورة 19. لأن ثورة 19 كانت نهضة أخرى بالنسبة للمصريين، وكان بدأت حالة تسوء جدا 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 ما بين الأقباط والمسلمين من جراء اغتيال بطرس غالي. عشان كده بنقول أساسه التاريخ مهم يا جماعة، من تاريخ اغتيال بطرس غالي في 1910 والمؤتمر الوطني اللي تم سنة 1911. يعني هدت الامور ولكن فضل فيه سيكه ومسك. طب مين بقى اللي نجح ان هو يدي هذه اللحمه؟ احنا قلنا لما حصل المؤتمر ده سنه 1911 تعرفوا مين اللي ابطل هذا المؤتمر ومين اللي افسده؟ كمفاجاه يعني لحضراتكم لما حصل المؤتمر بتاع بطرس غالي حصل حاجه اسمها المؤتمر بتاع عليه اخلوق خميس. انا كنت عايز اقول حاجه في الناس اخلوق خميس هو المقر الاهلي القديم كان قدامه فيلا اخلوق خميس، قدامه مباشره فيلا اخلوق خميس، وهو كان من الاعيان وبتاع والنبلاء ودعا المصريين المسكين كلهم انهم يعملوا مؤتمر في اسيوط. اللي افشلوا مين؟ المفاجاه الكبيره جدا هو وصف غالي ابن بطرس غالي نفسه، اللي هو حكم عليه بالاعدام سنه 22 في ثوره 19 من نداءه بمقاطعه البضائع الانجليزيه. هو وبطرس حنا وويصا واصف تاريخ الاقباط الحقيقي تاريخ الوطنيه. الاقباط الوطنيين كانوا في مصر اللي قدموا كتير يعني ما نقدرش نقول. ولذلك لما بنقول ثوره 19 المعجزه، ايوه ثوره 19 المعجزه دي لما قلت لحضرتك من شويه ما نجح فيه سعد زغلول هو ما فشل فيه غني، لان سعد زغلول قدر ان هو يعمل لقمه حقيقيه وبقى ما فيش حاجه اسمها مسلم بعد ثوره 19. فيما فشل غندي ان هو يوحد ما بين المسلمين والهندوس، وقال له اول ما وضع ايوه قال له انا غندي يعتبر سعد زغلول استاذ، قال له انا بستغرب ازاي انت نجحت توحد المسيحيين والمسلمين بعد القطيعه الكبيره فيما انا فشلت فيه ان انا اوحد الهندوس والمسلمين. كانت صعبه. دي ثوره 19 وامتداد الثقافي. ثوره 19 اللي حصل فيه حاجات غريبه جدا يا جماعه. تخيلوا ان العشره الطيبه كانت تطلع او سنه 19 كانت بتتعرض في السواريه بالليل. معلومه برضه بتحتاج حاجات جديده. وكانت تطلع البريت ويخدمها سيد درويش وبديع ونجيب بمثلا قوم يا مصر او ببلاد فيتاثر الجمهور فيخرج. ولاول مره في العالم ولم يكن مسبوق قبل كده هو يعرف العالم حاجه اسمها المظاهرات الليليه. اول مظاهره ليليه تطلع طلعت في مصر هنا وطلعت في شارع عماد الدين. حاجه غريبه جدا. دي ثوره 19 بس اثرت يعني في الشعب المصري كان لها تاثير مباشر على سيد درويش بشكل عظيم جدا. انتج لنا اعمال ضخمه جدا. غالبيه الاعمال اللي كان بيقدمها سيد درويش لازم تلاقي فيها طلبوا للاتحاد ما بين المسلمين والمسيحيين. هو طبعا خلي بالك حضراتكم هو ما كانش بيد، هو بس اللي كان بيدافع، ولكن السيد درويش كان شخصيه ديكتاتوريه شويه وكان بيصر على بعض الحاجات لان ودنه كانت موسيقيه وبتعرف تجيب الجمل كويس جدا. لكن اللي كان بيكتبوا كان امين صدقي
كلها كانت اعمال كده. بقيام ثوره 19 بعد كده اهو، من ثوره 17 لثوره 19 في خلال سنتين حصل تغيير كبير قوي في المجتمع المصري. المجتمع المصري بدا يتفتح على عينه، تتفتح على الحريه. وثوره 19 كانت ثوره غريبه يا جماعه. ثوره 19 ما طلعتش واخد بالك دي اول ثوره افقيه تحصل في العالم. ثوره مشت بالافق ما مشتش بالراس. يعني طلعت في كل نجع، وفي كل قريه، في كل بيت، في كل شارع، في كل مدينه، وفي وقت واحد. وثوره ما عادتش مثلا طلعت زي 25 يناير خلصت 11 فبراير، لا دي ثوره قعدت 4 سنين متواصله. 4 سنين متواصله وشغاله وكل يوم، والناس رايحه اشغالها وراجعين. طب انتوا مش كويسين، خلي بالكم انتوا بتقولوا الوفد بتاع، والله لا نرفضه، ارفضوه يحيى الوفد ولو فيها رب. الجمله اللي طلعت، ما هي الجمله دي ما طلعتش من فراغ، لم تكن من فراغ. ويتركوا عملهم ويتركوا بقى يعيش، بقى يعيش اولادهم علشان مبدا الحريه مش مبدا الوفد. لان الوفد ما كانش حزب، الوفد كان ثوره. الوفد كان ثوره، بدا الوفد كثوره، لم يبدا كحزب. ثم بعد كده تشكل حزب واصبح بعد كده هو حزب الوفد المصري. كل الحاجات دي هي تاثر فيها سيد درويش. سيد درويش كان عندنا احنا في الموسيقى الكلاسيك نعرف واحد كان كاتب سيمفونيه جميله كده اسمها العالم الجديد، اللي هو كان دوبر شاي. هو بيقول لك دوبر شاي اعتقد انا نقول ايه؟ انا ودوبر شاي كان ابوه جزار على فكره. من هنا بقى بدأ بقى المسك سياسي توعوي دولي زي درويش اللي بيطلع في المظاهرات بالليل مع نجيب الريحاني ومع بيطلع في المظاهرات ثورة 19 الصبح ويركب الحربور وهو كان جسمه ضخم ينط على البتاع ويمسك الهول عجلة السوارس اتكسر يطوف سيد درويش عليه يحاول يدي جميل. يقول لها يا شيخ سيد وانت وطني اكتر مني؟ انا وطني زيك. ثورة 19 دي عملت ايه يا جماعه؟ بالنسبه لمدى السكان حوالي 3000 واحد. ثورة 19 فيها الدنيا طيران حرب. ما كانش في طيران حرب، ما كانش في طيران حرب، لا كان في طيران مائي. كان طيران حرب مائي. والدكه فيها المنيا دكه يعني حسب على الثورات. المنيا دي طلعت ابطال اللي بعد كده حصل احنا عرفناهم. يعني في واحد منهم طلع في المنيا مهم جدا، يعني اللي هو ده قدموه، بس قدموه بصوره بشكل مشوه يعني كتاب مراد احمد مراد اللي هو 19 طبعا كتيره مش عارف كده يعني لا كلام عبيط يعني بصراحه، لان دول كانوا دول اطفال صغيرين يعني 17 و18 ولادنا ده يعني اللي كان في الجامعه واحد او اثنين وكلهم كانوا طلبه يعني. ثورة 19 بقى تأثر في الشعب. يعلى جدا جدا، تبص تلاقي اولاد ركاشه، تبص تلاقي علي نصار، تبص تلاقي مديره المهديه، كل ده هو تدخل في شارع عماد كبير تلاقي كل المسارح ما فيهاش غير الحان سيد درويش. كل المسارح ما فيهاش غير الحان سيد درويش. حاجه غريبه جدا. مؤثر قد كده انت كتقول الاغنيه يعني. انتوا لو تعرفوا حضراتكم الرعب اللي حس بيه نجيب الريحاني اول عمل كان مع سيد درويش بدأ كانت ده بديع خيري
فقال له ودي اغنيه بص كده قال له انت كلمت كتير انت عايزني انا اطلع اقول كوكو زي يقول له طب وريني كده مثلا يطلع حلو جدا اعزب من اكل ويديك جدا فوق الله ده هو بيقول كده جدا فوق يعني احنا ده سيدنا مش اول واحد هنا اتكلم على الحيوانات هي واخد بالك وقال فوق ومش عارف ايه وبتاع طب ما كان مين قبله ما كان محمد رئيس مصر لما بدأ الالحان بتاعته كان من ضمن الاعمال الوطنيه بتاعته كان بيجيب اصوات الحيوانات والحاجات دي ايوه برافو عليك واخد حضرتك طب نشوف بقى بعد كده المواضيع وصلت وقت عن كده احنا بنقول فناننا العظيم محمد فوزي هو واحد من العظماء الموسيقى قدم برضه على اصوات الحيوانات وحاجات كده لكن هو مين كان اسبق لما قال لي سيد جميل بدا قال لي بتاعك يديك بيديكم هو بعد كده هو اللي قدم في اوبريت الباروكه وقدم فيها الاغنيه المشهوره بتاعته لما بشوف وش الحبيب ركبي كسيب وهي بتاعت فراخ وهو عنده خرفان فهو يقول لك لا ابداع برضه بعد هنا كده احنا دخلنا منطقه هنا العالميه ازاي اللي يخلي سيدنا مش يعمل الحاجات دي يفهم تقلب فيه لقيته مع زكي سليمان وعلى فكره كان صديق ثالث كان مهم جدا عبد الوارث حسن كانوا بيروحوا مع بعض اول مره كانوا لما سمع الموسيقى هو ده هي دي موسيقى مصر لازم تبقى على المنهج ده بس انا مش هعرف اعمل الكلام ده هو انا لازم اسيبها الموسيقى عشان اعرف يعني ايه النوتة ان احنا هنقول لزميلي نبص نلاقي طب حد فيكم اتفرج على ام كلثوم وهي بتغني؟ ام كلثوم عمرنا شفنا مثلا رياضه صوات واقف بيعمل كده ولا بتاع مفيش لان الموسيقى عندنا سماعه يا جماعه مش مكتوبه ما بقول لك سماعي سيدنا هيعمل حاجه غريبه جدا سيدنا مش عامل نظريه النظريه دي تخليه يعيش مليون سنه ايه عمل ايه سيد درويش عمل مقارنه ما بين الصوت واللحن احنا اجمل اصوات علينا في مصر سلام حجازي الوهاب ام كلثوم نقف عند الثلاثه دول ليلى مراد محمد أمين الاصوات الثقيله يعني في اجمل من اصوات ام كلثوم وعبد الوهاب ام كلثوم ما اظنش في حد ممكن يتخيل ان في اجمل من صوت ام كلثوم اسمهان ممكن حد يقول ان في اصوات الاسماء اللي انا قلت له عبد الحليم فريد دي اجمل اصوات اكيد عايز تتكلم عن كل فريق لا كده فيها لكن انا عايز اقول حاجه النقطه هنا ان سيد درويش ادرك حاجه مهمه ان الصوت بشر بيعيش ويمر بمراحل عمريه ويكبر ويمرض ويشيخ ويموت وينتهي الصوت ما بيجيش بديل للصوت ام كلثوم لما ماتت ما جاش ام كلثوم تاني عبد الوهاب لما مات ما جاش عبد الوهاب تاني لكن بقى ايه الحال اذا اللحن هو الباقي المستمر ولكن الصوت ينتهي مهما عاش 20 30 40 هينتهي وده هنا الخارج اللي اكتشف سيد درويش وبدا يعمل حاجه مختلفه جديده اول مره العرب والمصر تعرف ايه هي انه خلى ما جابش بقى عبد الوهاب يغني
ولا جاب احسن حد بشتغل معاه راجل كبير في الجامعه ولا كانت اصوات فرديه. ده بقى كل الاعمال اللي عملها سيد درويش والكتاب عملها هتلاقيها اغاني غالبيتها 90% منها غناء جماعي. خلاك تغني وانا غني، الاستاذ غني واحنا غني، الدكتوره غني، كل ما كنتش بتتكلم، خلانا خلى الشعب كله يتكلم. ما خلاش في صوت السيد درويش كان خطر على الاصوات الفرديه. انت كده بتهدد عرش الاصوات الفرديه. لما كل الناس هتغني فعلا، واحنا لما بنقول حلوه دي قالت كل واحد بيغنيها، ده كلنا بنغنيها. هنا لما بتقول زوروني كل سنه مره وانا اللي بقى ده كلام بيتقال عايز توصل في مؤامرة لا مش بس هو كان خطر بشكل خطر على اللحن. هو بيبقى الصوت ينتهي والصوت الجماعي ابقى من الصوت الفردي، والمجاميع احسن بكتير، وهو كل المستقبل الغناء في مصر. وانا حسابها علشان اخلي الغناء متطور واكثر وضوحا ونعمل مثلا على للاسف الشديد لم التزم بالوقت الضغط والتطور، لكن انا حلمي كانت بنقطه واحده بس. في يوم من الايام سالت مرحوم صديقي العزيز يعني بتاعي فتح فبقول له تخيل ان في مقاربه شديده جدا ما بين موتسارت اللي مات عنده 34 سنه وسيد درويش اللي مات عنده 31 سنه. والله في حياتي ما شفت فتح درويش يعني انزعج بالشكل ده. هو كان ليه نظره معينه وكان ليه طريقه معينه. اكيد عايز تقول سيد درويش واحد من موتسارت يا ولد، واول مره كان في حياتي لا مش كده. هو لما كنت غريب قلت له بس احنا لو كنا في تقارب السن يبقى لا تقارب السن بالقرف والله. اول مره كان هو كان بينزل في بيتي يعني هو قال لي انا بقيت مقبول قوي. انت بتقول ايه؟ ده احنا اصحاب يعني يا فتحي. قال لي انت شايفني يا استاذ نور، وهو طبعا ده مع القصه الحاسبين اللي انت شايفهم يا استاذ بنفس الطريقه غير دول لم يأتوا من فراغ. تتكلم على بيتهوفن، تتكلم على اللي قبله موتسارت، تتكلم على اللي قبله هايدن، تتكلم على اللي قبله برامس، تتكلم على اللي قبله دول من الموسيقى الكنسيه اللي اتبنى عليها هذا المنهج. لكن سيد درويش اتخلق لوحده كده علشان يخلق المنهج ده لوحده، مفيش حد بنى معاه، ولذلك يبقى سيد درويش وحده بدون منازع. وعرش سنة 200 العمر كله صمودي هيفضل سيد درويش بره. من ذكرى سيد درويش ذكرى سيد درويش نترحم عليه كثيرا، نترحم على مصر وليه الفن النهارده. اشكركم جدا. كان نفسي اكمل